يعني احنا كده عندنا في حتى الآن في تاريخ الحركة الإسماعيلية أو الدعوة الإسماعيلية انشقاقين كبار. شق اللي هو انتهى حتى الآن بالدروز في لبنان، اللي هي الخناقة الأولانية بالظبط. ساعة الحاكم بأمر الله. آه. والخناقة التانية اللي هي بدأت ما بين حسن الصباح وبدر الجمالي لما خرج، ثم الصدام اللي أسس منه الدعوة النزارية. ماذا حدث للحركة بقى أو الدعوة النزارية اللي أسسها حسن الصباح من وقتها، وكيف تفاعلت مع دولة بحجم الدولة السلجوقية، وإيه اللي حصل بعد كده؟ هو بس في انشقاق في الاول خالص ده يعني قبل تاسيس الدوله الفاطميه، بس نرجع بيه عشان يعني مش مهم. احنا بنركز على الفتره اللي هو انشقاق القرامطه اللي هم في البحرين وفي جنوب العراق. ده انشقاق بدا في قبل بدايه الدوله الفاطميه بحوالي 10 سنين، بس عشان انشقاق في الدعوة نفسه. في الدعوه نفسه. ده بس ده اول انشقاق حصل يعني في الدعوه. نشأ عنه القرامطة. فرع الاسماعيليه القرمطيه وفرع الاسماعيليه الفاطميه، عشان بس يبقى الناس معانا في الترتيب يعني التاريخي. احنا انشقاق بسيط حصل منه القرامطة والفاطمية، ثم بعد كده انشقاق بتاع الدروز، الدروز ثم الانشقاق الأكبر بقى. الدروز كمان يعني يعتبروا اسسوا ديانه منفصله. يعني هو دلوقتي ما بيقولوش على نفسهم اسماعيليه، هو بيعتبروا نفسهم هم بيطلقوا على نفسهم لقب الموحدين.